لازم تتيقن يا صديقي الجميل ان حضرتك ميسر لما خلقت له. يعني ربنا سبحانه وتعالى حطك في ظروف وخلق لك حياة حواليك، وهو سبحانه وتعالى عارف ان انت تقدر تتعامل معاها وان انت تقدر تستحملها. تيقن اي مشكلة بتحصل لك، اي حاجة حواليك، اي ظروف وحشة، اي حاجة انت مش بتحبها، انت بإذن الله تقدر تتعامل معاها وتقدر تعديها وتقدر تتجاوزها. شطارتك يا صديقي الجميل انك تعرف ان انت في الحياة مش جاي تنعم، انت مش جاي ترفه في الحياة. الدنيا كلها شاكب راكب كده بسلطاتها ببابا غنوجها دار ابتلاء، يعني دار تعب. انت مش جاي الدنيا ترتاح يا قلبي، مش جاي الدنيا ترتاح ولا تعيشها كده هبولي، يعني مش جاي تعيشها كده هباء. انت جاي الدنيا تتعب، جاي الدنيا مبتلى، انت خلقت لده. والغاية اصلا في النهاية خالص من الدنيا كلها بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ده الهدف، واخد بالك؟ انت جاي عشان تعبد ربنا، انت جاي عشان انت عبد، انت جاي عشان تتعبد وتعبد ربنا سبحانه وتعالى، وتطلع من الامتحان ده او تطلع من الدنيا تخش امتحان الاخره ان شاء الله يوم القيامه تنجح. اعمالك انت محاسب عليها، انت مسؤول، انت مش ماشي في الدنيا كده. يعني يا جماعه انا بستغرب جدا جدا من الولاد والبنات اللي انا بشوفهم مثلا في السنتر والاقيه عايش حياته كده يعني سايبها كده وخلاص، مش حاسب اي حسابات. غلط، ما ينفعش. لازم تحسب كل دقيقة وكل يوم. يا جماعة أنا كمحمد بتكلم عن نفسي، بيصيبني الزعل والحزن اللي ممكن الناس تسميه اكتئاب، وإن كان ده مرض نفسي يعني محتاج علاج، ولكن يعني إحنا بنستسهل في المسميات. يقول لك أنا أي حد يحصل له أي حاجة أنا عندي ADHD. أنت عبيط؟ أنت والله ما تعرف يعني إيه ADHD. أي حد أنت عارف أنس بوخش طمني كيف حالك؟ ADHD يا عم، يعني إيه ADHD؟ ما أنت مش عارف أصلا. كلكم عندكم ADHD، كلكم بتستسهلوا كده، كلكم بتلاقوا حجج لمصايبكم وبلاويكم. قلبي بلاويكم ومصايبك حلها، ما تتحججش. عندك مشاكل انت مطلوب تحلها، عندك عقبات وصعوبات في دنيتك وفي حياتك انت مطلوب منك تتعامل معاها. انت مخلوق عشان تتعامل مع الصعوبات دي، انت جاي مبتلى، انت جاي تتعذب في الدنيا عادي. كلنا كده. ممكن يكون واحد صاحبك او حد تعرفه بالنسبه لك من وجهه نظرك الله دي الحياه المثاليه، نفسي اعيش هناك، والله العظيم ما تعرف تعيش هناك يوم واحد، بشخصيتك ببلاويك بحكاياتك بالحاجات اللي محدش يعرفها عنك، بشخصيتك اللي جوه، بحقدك كل البني ادمين كده، بحقدك، بغلك، بنفسنتك على الناس، بالغيبه والنميمه، بمعاصيك، بدنيتك، شكاره بلاوي. ما تعرفش تلبس رداء حد تاني. انت حياتك دي هي اللي تنفع معاك خلاص. فالشاهد يا جماعه نخف الصياحه، يا جماعه نخف الصياحه، نخف ندب، نخف ولوله. اشتغل يا قلبي، اسكت، ما تتكلمش كتير. كتر الكلام يعني كتير الكلام كتير الغلط، اعرفها كده. هتلاقي ابوك بيقول لك كده، امك بتقول لك كده: يا ابني ما تتكلمش كتير، يا بنتي ما تتكلمش كتير. كتير الكلام كتير الغلط. كل ما اتكلمت كتير كل ما بقيت ثرثار، كل ما بقيت غلاط، واخد بالك؟ وتعمل مشاكل اكتر. وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ يعني انت متخيل اللي هو فيما معناه؟ يعني كان صحابي قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، فكان بيسال: يا رسول الله وهل نؤاخذ على ما نقول؟ معنى الكلام يعني. فالنبي قال له: وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ يعني هو ان اصلا الناس هتخش النار الا من اللي بيقولوه بلسانهم. ف تتكلمش. الناجح اللي الناس بتحس بنجاحه بس، مش بصياحه، مش بخطواته، واخد بالك؟ خليهم يحسوا بيك لما توصل، خليهم يحسوا بيك لما توصل، مش وانت رايح. لان وانت رايح كده كده هتعيط، وكده كده هتقع، وكده كده عقبات، وكده كده بلاوي للصبح. بس لما توصل خليهم يشموا النجاح ده، يحسوه. لكن في السكه ما تصحش مع نفسك. مشاكلك مطلوب منك تحلها، لا مانع من انك تستعين بناس عادي، بس في الاخر هيظل الحل الاكبر عندك. يعني يا جماعه مثال بسيط، او احنا في المعسكر دلوقتي واحنا بنتشقلب بقى شرح وحل وبتاع ومعسكرات وكتب وكبسولات وقصص، وانت يا باشا قاعد بتسمع بس، قاعد كده شغال محمد ايمن كده ساعتين ثلاثه وانت بتذاكرش. طب ايه الفايده؟ ولا حاجه. انت ما اتحركتش خطوه. انت ممكن بجد تنفصل تماما عن كل المدرسين وتقعد تذاكر مع نفسك عادي، والله العظيم عادي جدا. انا بعرف ناس خلال السنه، يعني كل سنه عيال كده بجد بجد يا جماعه ما لهمش نفس. عارف انت صاحبك اللي بتلاقيه طول السنه ساكت واخر السنه يجيب مجموع عالي اكتر منك واكتر من كل الناس؟ هو ده طول السنه ثانويه عام بيسمع يوتيوب وبيحل مع نفسه في الكتب كده ويشوف الناس وبتاع عادي. ولا لا، ناس مثلا غير مقتدره ماديا على الدروس والحاجات دي، تلاقي الواد قاعد في البيت او البنت قاعده في البيت بيذاكر وبيجتهد ويعني بيحاول، واخد بالك؟ وربنا بيكرمه. ليه؟ بيشتغل بامكانيات. يبقى يا جماعه نخف صياح،
انا اكتر واحد احس بيك، وانا اكتر واحد بصبرك، واكتر واحد بسكتك، واكتر واحد بخليك يعني ايه الدنيا لطيفه معاك. ولكن لازم برضو في الاخر تعرف ان انت مطلوب منك تشتغل، مطلوب منك تموت نفسك في الحياه. شغل، ده السعي يا جماعه. السعي ده انك تجيب اخرك، تستغل كل امكانياتك في الحاجه اللي انت شغال عليها. امكانياتك دي ممكن تكون بسيطه جدا جدا جدا، ممكن تكون عاليه جدا جدا جدا، بس ربنا ميسر لك ظروفك وابتلاءاتك على قدك. تمام؟ بس فاهدى كده واطمن. الله سبحانه وتعالى يرى الحلو والوحش، شايف منك كل حاجه، ان شاء الله باذن الله لن يخذلك باذن الله. بس كده. طولت عليكم، ولكن كان لازم اتكلم كده شويه، عشان انا بشوف يا جماعه على الميديا والله حاجات يعني تشيب يعني. فربنا يا رب معاكم يا شباب ووفقكم، وتنتهي ان شاء الله السنه دي على خير، وتحققوا باذن الله ما تتمنوا كلكم، واكتر مما تتمنوا كمان. بس اشتغل عشان باذن الله في اخر السنه تقول وان سعيه سوف يرى وانا شفته ان شاء الله باذن الله.